والأخذ تجاه الحقوق إنما يكون في الحسنات يا عبد الله، فحق العلماء عظيم علينا. ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه، وإذا عرفت الحق فلا بد أن تؤدي هذا الحق كما أوجب الله تبارك وتعالى في متابعة العلماء الربانيين ولا شك، الذين أخذوا من ميراث نبينا ويدعون إلى ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى مصلحة ولا إلى وجاهة أو غيرها، وإنما يدعون الناس إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويجردون هذه السنة وهذا الإيمان كما كان غضا طريا أيام نبينا تجديدا لهذه الأمة، يجددون من درس منها أو ما علق بها من الشوائب، كما كان شيخنا وإمامنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله مع بقية إخوانه العلماء في هذا القرن أو ما مضى من هذا القرن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الإخوان جميعا، وأن يجعلنا ممن يؤدي حق هذا العالم في إجلاله والترحم عليه، ثم في متابعته وإحياء ذكراه وإحياء سنته وإحياء دعوته ومتابعته، فهذه هي السنة وهذه هي السلفية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم إليه.